والآن وصلت اليلوستون. بس تذكير سريع من الحلقة الأخيرة، كنت بهذا بركان يلوستون العظيم، بعدين تفرجت شروق القمر على هذه الجبال الجميلة، ووراها ظليت أسوق الليل كله تحت ضوء القمر لحد ما وصلت لهذا المكان. طبقت السيارة ونمت هنا. والآن بس قعدت هاي السيارة الحميدة وراح نمت هنا، وهذا الشروق الاسترليني، صحراء ما ادري شنو، ما ادري مكان بس واردة سرج. طبعا كالعادة ما عندي اي فكرة عن المكان اللي هساني بيه، لذلك راح ابدي اسوق واستكشف. هسه جدات سكع هنا، بس اكو كميات مجنونة من الطيور، اتصور ذولا باط ما ادري بجع ما ادري اخبار هيك فيلق كامل، جيش من يطيرون هيك شو يصير ضجة، هذا المي كله يطلع صوت من يريدون يطلعون من النهر، فشي مجنون. ما ادري وين يروحون، ايش يسوون، ايش بيكم من الصباح يا قاعدين يروحوا ناموا قاعدين من هالغبشة، خاطر الله ما شايف القى الطيور بحياتي. هسه كنت دا اسوق هيجي لا على تعيين، وصدفة لقيت نفسي بهذا الطريق الغريب، ما ادري وين راح يوصلني. هسه وصلت لهذا الوادي المخيف بعد ما سقطت على هذا الطريق الغريب، طريق زراعي، مكان مرعب، هو عالي كلش، بس هذا الوادي يعني هيجي خبال، فشي مخيف. اريد اروح هناك بس ما ادري، خلينا نجرب نشوف ايش قد نقدر نقترب من الحافة. هذا هسه احنا في وادي التماسيح، ما ادري انا سميته وادي التماسيح لانه مخيف وكأنما تمساح. لا تعثر مكان. الواحد ينسعد من يجي هيجي اماكن، تلقائيا ينسعد. خلي احكي لكم شوية معلومات عن هذا المكان. طبعا هذا الوادي والنهر اللي يمر بيه يمتدون على أكثر من 100 كيلومتر، ويجتازون ولايتين بشمال ووسط أمريكا. الفتشي اللي يصفن بهذا الوادي المخيف إنه تكون من عملية التعري اللي يسببها المي، يعني باختصار المي يتدفق بسرعة قوية ويجرف ويا الصخور ويشق هذا الطريق. طبعا الموضوع معقد كلش هواية، وأكو أشياء هواية ما فاهمها. جزء كبير من القصة يكون بسبب حركات الصفائح التكتونية للكرة الأرضية. يمكن هذا أقرب شيء راح أقدر أوصل للحافة. المكان هيجي يطقطق من الخوف. فشي جنن بس. وطبعا كل ما نحكي بتاريخ تضاريس مثل هذا الوادي أو الجبال والأنهار، احنا دا نحكي عن تاريخ يمتد على مليارات السنين. مثلا بداية هذا الوادي ترجع إلى أكثر من 2 مليار سنة، وأكيد هذه القصة ما انتهت، ويبقى هذا الوادي في تغير على مدى السنين. والآن لازم أودع هذا الوادي العظيم. جيت تمقلجت تتقمزت تشقلبت. صورت شوية تفيكت، بس المكان بشدة يعني ما اريد اعوفه هنا. حرامات لو ادري بيه كان البارحة جيت هنا بقيت وشفت الشروق على الوادي. مكان يجنن يعني هيجي فشي رهيب. طبعا هذه الصخور الملونة كل واحدة منها بها قصة وترجع إلى فد عصر جيولوجي معين، ويستخدموها العلماء بتقدير عمر هذه الأماكن. والآن ردت أختبر قابلية سيارتي على السباحة.
طلع تاني ما اقدر اسوي. زلقت بهذا الطين. مكان شيك بالزلقت، وهاي سيارتي ما ادري اذا راح تطلع لو لا. اوكي خلينا نعيد المحاولة. بديت اختبر قابلية سيارتي على السباحة، فطبوتها هنا بالمي، فخلينا نشوف هسه راح تقدر تطلع لو لا. هو انا بالقوة طلعت. المي يمزلق شوية. يا ستار يا ربي. بعد ما ودعت هذا النهر والوادي المخيف، بقيت أسوق بهيجي شوارع ما تنشاف نهايتها إلى أن بدأت تغرب الشمس. والآن الشمس تغرب ورايا، غروب بشدة، والطريق قدامي طويل، وهيجي شارع ما ينتهي إلى ما لا نهاية. هيجي شارع وحدي دا أسوق، ماكو أحد ثاني موجود هنا. وأحس بالقيلقولة. شنو هاي القيلقولة ما أدري، بس أنا دا أحس بها حاليا. المهم لازم ألقى مكان أنام بيه في لحظة من الأوان. الله اللي يستر.